صباح الخير. النهاردة معادنا مع فكرة غير تقليدية. الحقيقة قريتها في كتاب Talking to Strangers، أو الكلام مع الناس الغرباء عننا أو الغريبة. الكتاب ده من تأليف مالكوم جلادويل، والحقيقة هو بيتناول فيه فكرة جامدة جدا. هو بيتناول فيها فكرة ازاي ان احنا بنعتقد ان احنا فاهمين الناس اللي غريبة عننا والسترينجرز عننا، وبنعتقد ان احنا عندنا القدرة ان احنا نعمل تقييم فيه شيء من الدقة لما نيجي نوصف الناس دول، او لما نيجي نفهم الناس دي، لما نيجي نكوميونيكيت معاهم. الحقيقة هو في الكتاب ده كعادته مالكوم جلادويل بينسف الفكرة دي خالص، وجايب ايفيدنس في منتهى العبقرية الحقيقة. بس انا عايز اجيب كام اكزامبل عشان فعلا الموضوع ده لو انت فكرت فيه وانتي فكرتي فيه هتلاقي ان هو مهم قوي في تعاملنا مع الناس. وهو خلاصة الفكرة اللي هو عايز يقولها فكرة ان انت قادر تحكم على حد قدامك من خلال اللي هو بيقوله ومن خلال اللي انت شايفه منه كاتيتيود وبيهيفير. الفكرة دي غلط، وان الموضوع اصعب من كده، والموضوع مش سهل زي ما انت متصور. مجرد ان انت تسمع حد بيقول حاجة معينة، ده مش بس بيقول كده، بيقول لو هو كلامه واضح وصريح وانت فاهم هو بيقول ايه. يعني هو بيديك معلومات واضحة، مش ان هو راجل غامض. بيقول لك انت ان انت فاهم هو بيقول ايه وان هو قصده ايه، انت غالبا مش صح. ليه بقى؟ هو بيتكلم على فكره الميسفيتس، وبيتكلم على فكره اختلاف الكالتشرز. فانا هدي لكم مثلا اكزامبل بسيط لكل الناس اللي اشتغلت مع ناس من الجنسيه الهنديه. الهنود مثلا عندهم حركه بيعملوها براسهم لما يكونوا متفقين معاك على اللي انت بتقوله. هو يكون متفق مع اللي انت بتقوله، يعني انت بتقول له معلومه او بتقول له راي and he's confirming اللي هو بيقوله ده من وجهة نظره. الهنود عندهم عادة ان هم يعملوا ايه؟ يعملوا كده. طب ده في الكالتشر المصري معناه ايه؟ او في الكالتشر العربي ده معناه ان هو بيرفض اللي انت بتقوله. لو انت جيت كلمت واحد وقلت له انت عايز تيجي معايا ولا لا نخرج مع بعض، وعمل لك كده، هو معناه ان هو مش موافق. في الكالتشر الهندي انت لو قلت لواحد ان انا بحبك جدا مثلا، يعمل لك كده، يقول لك وانا كمان. That's a very simple example to talking to strangers. and انت بيبقى عندك تصور انت فهمته. وتخيل ان انت اول مره تقابل واحد هندي، انت اول مره تقابل واحد هندي وتقابله وتقول له والله انت راجل طيب وانا حبيتك، ويروح عامل لك كده. فانت ساعتها هتتصور ايه؟ تقول يا عم ايه الغلاسه اللي انت فيها دي؟ انت اول مره تقابله، وممكن تبني على الجادجمنت ده. تخلص الميتنج ده مثلا ولا المقابله دي وتروح تقابل واحد صاحبك فيقول لك يا عم طمني لما قعدت مع فلان الهندي. يقول لك يا عم ده غلس، يا عم ده انا بقول له انا بحبك بيعمل لي كده، يا عم ده راجل غلس ومش هتكلم معاه تاني. انت ممكن تبني اسامبشنز وتبني كونكلوجنز على فيدباك انت متصوره ان هو صح وانت مش غلطان. هي دي اللقطه اللي هو مالكوم جلادر عايز يقولها في الكتاب. انت مش غلطان، لكن في بارير وفي لايرز في النص للكوميونيكيشن بينكم وبين بعض انت مش عارفها، انت مش اكسبوزد ليها. فهو انت مش غلطان خالص. انت غلطان في نقطة، انت غلطان في نقطة، في ان انت قيمت الكوميونيكيشن بينك وبينه على اساس معلوماتك انت، مش على اساس معرفتك بيه ومعلوماتك عنه. كتاب توكينج تو سترينجرز كتاب عبقري، وان كان هو في الكتاب عشان ما يعني ما كنش ما بديش الصورة كاملة، وده كعادة مالكوم جلادويل. هو مش بيدي حلول خالص. يعني هو يمكن في اخر تشابتر خالص بيقول يا جماعه ماي ريكومنديشن لما تيجي تتكلم مع حد ما تحكمش هو بيقول ايه ولا انت شايف منه ايه، لان في لايرز كتير قوي قوي بينكم انت غالبا مش مدركها كلها. لكن هو مش بيدي حلول، هو بيطرح الفكره. لكن الفكره عبقريه. الفكره عبقريه ان انت بعد كده لما تيجي تقابل حد او تسمع من حد، don't jump to conclusions. مش هقول don't judge عشان don't judge بقت كلمة مهرية، بس ما تحاولش ان انت تحط كلامه في النطاق ده هو سعة تفكيرك انت. لا، ادي احتمالات كتير، ادي احتمالات كتير. هو ممكن يكون قاعد معايا وعمال بيهز راسه ان هو موافق على اللي انا بقوله، بس هو يكون حاسس بحاجة تانية خالص. خلي الاحتمال ده موجود. ليه؟ عشان لما تيجي تفكر انت ولما تيجي تقيم، تقييمك يكون اوسع. لان اللي هو عايز يقوله في الكتاب ان غالبا لما بتيجي تتكلم مع strangers ما تعرفهمش، انت you're missing a lot of information بسبب حاجات كتيرة انت مالكش ذنب فيها لو انت مش قاصد. لكن هي غالبا بتكون بسبب
ان هو هيز سترينجر عنك وانت سترينجر عنه. فقصه ان انت تقول يا باشا ده انا من اول كلمه فهمته، او من طريقه سلامه انا فهمته، انت غالبا هتكون غلطان، لان هو الموضوع اعمق من كده بكتير. شكرا جزيلا ونراكم على خير.